الوقت اللي احنا فيه ده وقت دعم، وقت تشجيع، وقت انك تتكلم في دعم الزمالك ايا كانت الطريقه. تخيل يا اخي، احد لعيبه الزمالك السابقين اللي المفروض لعيب تاريخي، يعني المفروض يعني، وابنه بالمناسبه بيلعب في الفريق، عامل وقفه في النادي، او عايز يعمل وقفه في النادي تقريبا يوم الاحد اللي جاي، عشان خاطر يمشي جون ادوارد. مش عشان يدعم النادي، مش عشان مثلا يشوف حلول للازمات اللي موجوده في النادي، يعني اعمل دعوه للعيبه القديمه تيجي النادي تقف عشان خاطر تحل ازمات النادي، نشوف حلول، نحاول نساعد، تعملوا تبرعات. النادي خيره عليكم يعني، خدتوا منه فلوس، تعملوا تبرعات، تشوفوا اي قصه تحلوها، تعملوا اي موقف حلو كده، تقفوا مع النادي. لكن مش عشان تمشي مدير رياضي عشان ابنك ما بيلعبش، عشان ابنك ما بيعرفش يلعب، يعني ابنك ما خد فرص كتير وما عملش حاجه، فانت تيجي تعمل وقفه عشان تمشي مدير رياضي. كلنا عندنا خلاف مع كل الناس، لكن الوقت ده وقت دعم خلاص، والقصه ماشيه، كم قصه تكمل لاخر الموسم وبعدين نشوف. لكن انت عايز تيجي تعمل بلبله في وسط معمعة للزمالك؟ ايه يا راجل ده؟ مفيش كده، مفيش كده خالص. هو مرتضى منصور كان عنده حق لما قالك مفيش رموز ولا ايه؟ مش عايزين نقول الكلمه دي لان الكلمه دي مش صح، بس في حاجات على الارض بتثبت كده يعني. حاجه غريبه. الحاجه التانية، احد اعضاء مجلس اداره الزمالك الحاليين للاسف، عندنا ماتش مهم جدا بكره، ماتش يا تكمل في البطوله يا تخرج لا قدر الله، مفيش وسط، يا تكسب يا اي تعادل او خساره شبه بعض. طالع يقول لك اصل محمد عواد مظلوم، يا عم مش وقته، محمد عواد غلطان، محمد عواد غلطان. مفيش حاجه اسمها مش هقعد احتياطي مهما كان مستواك، مهما كان مستواك مش حاجه اسمها انا مش هقعد احتياطي. اتكلمنا في القصه هنا قبل كده، يعني حاجه غريبه جدا. طالع يتكلم يقول لك انا كان 16 مليون بقى، بعدين قلت له تعالى تجدد بستة، قال لي ماشي. بعدين يطلع مصدر من النادي يرد على كلام عضو مجلس الاداره يقول لك لا ده هو بياخد فرق الفلوس دي من ممدوح عباس. ودخلنا في جدال، بدل ما تقفل على الفرقه وتبقى انت قاعد بتتكلم على الفرقه ونركز ونسكت ونتكلم في اي حاجه تانية، لا بنطلع نتكلم عن اسرار الفريق، وده بيعمل وده بيسوي وده بيروح وده بيجي. محمد عواد غلطان قولا واحدا. انا زي ما قلت لكم قبل كده، انا لو مدير فني في الزمالك هوقف محمد عواد في حراسه المرمى. لكن مفيش حاجه اسمها لعيب يجي يقول لي انا مش هقعد احتياطي، مش هتقعد احتياطي يبقى بالسلامه اركن على جنب. مفيش حاجه اسمها كده، مش هتشرط عليا. ادي اللي بيعملوه ولاد الزمالك في وقت حاسم زي ده. جمهور الزمالك عمال يشحن في اللعيبه ويشجع ويروح الاستاد وبيجهزوا نفسهم وبيعملوا، والناس المسؤوله بتعمل زي ما انتم شايفين. خد عندك ده كمان، عندنا ماتش مهم، ده بينزل استوريات غريبه وبيعمل حاجات غريبه ومفيش بيلعبش كوره ومفيش اداء ومفيش اي حاجه، وزي ما انت شايف مستهتر. يا عم ده انا ادور له على عرض في اي حته مش هيفيدني بحاجه. لعيب دماغه مش موجوده، دماغه مش هنا، ولا في الملعب ولا معانا ولا في اي حته، هو دماغه في حته تانية في كوكب لا. اعتقد ده مش لعيب كوره، ده ممكن يكون مغني، بتاع رقص استعراض بتاع مغني، او في لعيب كان شبه الاسم فهم ضحكوا علينا ولبسونا في الراجل ده. لا تعليق. حاجات غريبه جدا صراحه. كنا ناقصين احنا كجمهور ازمات ومشاكل وحوارات، ما عندنا كتير قوي، عندنا منك ده احنا ممكن نصدر مشاكل. الزمالك يقدر يصدر مشاكل، يعني لو فتحوا باب التصدير الزمالك اول حاجه هيصدرها المشاكل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك الله جمهور الزمالك، والله والله حقيقي جمهور الزمالك يعني. الحمد لله يا رب، الحمد لله.